السلام عليكم. مسا على الناس الكويسة. اتعدل لكم بقى علشان عايزين نحط شوية قواعد كده في الحوار ما بيننا، علشان الموضوع مش لطيف. بصوا، رقم واحد، بس انا بعتذر لكم ان انا معرفتش انزل الفيديو امبارح علشان كان في شوية مشاكل. دلوقتي الفيديو هينزل لكم بعد 24 ساعة من الماتش او بعد 24 ساعة من اليوم الثالث، وما علينا. نقطة رقم واحد، عايزين نحط يعني جراوند رولز كده، قواعد للنقاش بيني وبينكم. تمام؟ انا بابا بيهوش، تمام؟ وفي نفس الوقت انا حبيبكم وانتوا حبايبي، متفقين على المبدأ ده. بس ليس من الادب وليس من الاخلاق وليس من الفانز وليس من كل حاجة انك تيجي تكلمني بطريقة مش لطيفة لعدة اسباب. رقم واحد، بعيدا عن اني دكتور، بعيدا عن اني راجل كبير في السن وانت قد اخويا الصغير، وانا مش هتكلم في الحوار ده خالص، بس هي الفكره لازم نحط جراوند رولز، قواعد كده بدائيه اللي هو الف ب احنا بنتكلم ازاي مع بعض. اتفقنا؟ علشان طبيعي اي حد بيقل ادبه بياخد البان المحترم من على اليوتيوب، تمام؟ ما بسمعش صوت امه تاني. اوكي؟ بس انا ما بحبش كده، انا بحاول اعمل كوميونتي حلو، انا بحاول اكبر كوميونتي فاهم وبيشغل دماغه ومش حافظ ولا بيشغل حاجه تانية. تمام؟ دي نقطه رقم 2. نقطه رقم 3، انا عايز افهمكم حاجه بس. انا اسمي ايه او اسم عنوان الفيديو ايه؟ تحليلات بهواشيه. الجمله مكونه من كلمتين تحليلات. الكلمه الاولى، الكلمه الثانيه بهواشيه. يعني ايه يا بهواشي؟ رقم واحد، تحليلات يعني انا كمحلل بقول رأيي في الجيم، رأيي التحليلي. تمام؟ وكمحلل ما ينفعش اقول لك انا بشجع مين وما بشجعش مين، انا محايد في النص، انا حكم في النص. عمرك شفت ابو تريكة مثلا لما لما في اي ماتش بعد ما مصر بتلعب او الاهلي بيلعب ويجيبوه 2 قدام 2 من الفرقه الثانيه، واحنا عارفين ان ابو تريكة ولا وات ايفر عماد متعب ولا بيشجع مصر وبيشجع النادي الاهلي، عمره بيقول لك الاهلي ولا مصر؟ لا عادي، بيتكلموا بوسطنه، بيتكلموا بحياديه. حياديه يعني ايه يا حبيبي يا صديقي الصدوق؟ يعني انا ما ينفعش اجي عليك ولا انت تيجي عليا، انا بتكلم انت عملت ايه صح وعملت ايه غلط وبذكرهم لك في 1 2 3 4 حلوين جدا. متفقين؟ ما ينفعش بقى يقول لك بص انوبيس كسبت فلازم بهواشي عشان هو مصري فلازم يشجع انوبيس. رقم واحد مش شرط. تمام؟ ليه بقى المفاجاه ان في فرق تانية مصريه داخله، ففي حد غير انوبيس. انا ماليش دعوه ان انت بتعبد انوبيس، يعني حته العبوديه عندنا في مصر والتعصب. اوكي، انا فاهم انت عايز تقول ايه، بس بلاش التعصب عليا. انا الوحيد اللي في الكوميونتي بعمل كده دلوقتي، بعيدا عن بتوع الناس اللي هم بيعملوها في الاي اي سي از بروفيشنال. انا اللي باجي اقعد ادردش معاك واقول لك هو اللعيبه غلطوا في ايه او ما غلطوش في ايه. فهمتني؟ فانا اخوك الكبير بمعنى اوضح، لما بنيجي نقعد كده على المصطبه مع بعضينا او على القهوه بنطلب لنا 2 شاي وبنقعد ندردش، هي دي الدردشه. ننتقل الى الكلمه الثانيه، بهواشي هو اللي بيقولها، بهواشي هو اللي بيحللها، بهواشي هو اللي بيقشرها، وبهواشي هو اللي بياكلها. يعني ايه؟ ده رأيي الشخصي يا حبيبي. ما يعني ده اتس ماي اوبينيون. فاهم قصدي؟ اللي هو ايه؟ ده رأيي، عاجبك مش عاجبك اطلع من القناة يا حبيبي وروح شوف اي قناة تانية تقول اللي انت عايزه. تمام؟ ده بالنسبة بس كده افتتاحية للفيديو بتاع النهارده، علشان احنا بنبني قواعد حوارية عقلانية، كبار في السن وكبار في العقل بنتحاور مع بعض. اي حد هيقل من نفسه هياخد فوق نفوخ امه. صريحه اهي ودغري يا معلم، هتاخد البني المتين ومش هوجع دماغي. مش انا اللي بقعد زي اي حد تاني بيقعد يشتم، لا خالص. بان بسيط اكتم امك، عشان يعني ايه لما تيجي تكلمني باحترام شويه. ممكن اعلي المروحه السيكه علشان انا بدات اعرق. المهم، نتكلم بقى على الاربع ماتشات بتوعنا. رقم واحد، الماتش الاولاني في اليوم الثالث، سايرن وكات.
سايرن وكات وان سايدد، مش هتكلم كتير على سايرن بما انه اخر واحد في الدوري او في الكاس او في الترتيب او وات ايفر. كات اوكي، اتس كات فريق مش قليل فيرسز سايرن اللي متبهدل، ما كسبش ولا ماتش من اول الدوري او من اول الكاس او من اول التورنمنت، فعادي مش هتكلم عليه كتير. نيجي على جيم 2 سامون ايري بلس اي ام بي او فيرسز اي ام بي. اي ام بي امبارح او اللي هو يوم رقم 2 تعذروا عن الوجوء عن اللعب بسبب ان في والد واحد منهم اعتقد توفى. ده الخبر اللي واصل لي ومش عارف مدى صحته قوي، بس ما علينا. ومن الواضح ان الخبر ده مأثر على اللعيبه. في اليوم الثالث اي ام بي ما لعبتش حلو. لعبت يعني كانت عارف لما واحد واخد صدمه واللي هو طز فيها دنيا، هي دي الدنيا، هو دي الطريقه اللي هم لعبوا بيها. كوجمو از اي دي سي علشان يكمبنسيتوا او يعادلوا موضوع الاي بي ان هم ما خدوش اي بي ميد. اوكي، سامون ايري بذلت مجهود يعني كسبت. ده الف ب في ليج. هتبذل مجهود وهتلعب صح وهتكسكيوت صح، هتكسكيوت يعني هتنفذ الخطه كما قال الكتاب وكما قال الكوتش، ضن كسبت. نيجي بقى للجيم الثالث كي او جي اكس ار. بصوا يا جدعان، انا بحترم كي او ليه؟ علشان كي او بتلعب زي ما الكتاب ما بيقول. انا عايز اكسب يعني ايه؟ يعني العب بكات محفوظه مصمومه معروف بتلعب بيها ازاي وبتتكاونتر ازاي وبكسب بيها. رقم واحد، انا هتكلم على كذا حاجه. هتكلم على الدرافت جي اكس ار فيرسس كي او. جي اكس ار بتشلنا كل مره بطريقه الدرافت بتاعها، يعني كان في الاول سايرن وسامون ايري، دلوقتي جي اكس ار دخلت معاهم في الليست. ليه مثلا نتكلم على التوب لين ووكونج ازوفه، اوكي اركنه. ليه تلعب قدامه برينجد؟ ليه تلعب قدامه ازالوشيان؟ يعني ليه انت معتقد ان رينجد اي دي سي او رينجد تشامب فيرسز ووكونج هيأدي انك تعرف تكاونتر لوشيان، تعرف تكاونتر ووكونج. ووكونج اساسن، يعني ووكونج لو انت بتتكلم عليه ووكونج يندرج تحت الاساسنز. الوومبو كومبو يدخل هيفشخك نصين. ليه تلعب له باي دي سي؟ يعني انا بحاول افهم ليه ما لعبتلوش بتانك؟ يعني انت ممكن كنت تاخد ساين، ممكن تاخد شن تانك وهيبارتيسيبيت في التيم فايتس وهيعمل لك كومبوهات حلوه. ليه تاخد لوشن؟ طيب ما علينا من لوشن يا جدعان. جاليو ميد لين، جاليو هيديك ايه يعني ايه بونص؟ انت جاليو وانت ما لعبتش كمان، انت لاعب فول اي دي تيم. جاليو انا مش معتبره اي بي، يعني هو جاليو تانكي اي بي زي تشوجاس كده، حاجه اللي هو تاخد ضرب زي جراجاس كده اي بي، ده حتى جراجاس اقوى منهم. تاخد ضرب وفي الاخر يعني تعمل تلاند الالت بتاعتك على حد من ناس صحابك، هتبدا تيم فايت او توقف تيم فايت او تعمل نوك اب لحد. اوكي وبعدين فبس نيجي بقى للصب. بارالايز مصري، فيعني ادينا بقى المتعه المصريه، ادينا الحنكه المصريه. بيلعب بتام. طب تام قدام زايا وريل ليه؟ تام هيفيدك بايه؟ باز. يعني هتقول لي مثلا از هيبقى غشيم اكتر وهيدي الاي يدخل بيها ينجج اكتر شويه از بروكشيوس. لا مش بروكشيوس بتاع اي ام بي، معلش مش فاكر الاي دي سي بتاع از اسمه ايه. اي دي سي جي اكس ار اسمه ايه، بس ما علينا. هتدخل بالاي باز وبعديها تام يدخل معاك ياخدك ويرجعك، يعني از باك اب بلان نوت افكتيف لو ما اتعملتش صح قدام زايا ريل كومبو مرعب. ويا بقى لو اللي بيلعبوا بيهم كي او يعني فاهمين بيلعبوا ازاي. تمام. زي ما انا قلت جي اكس ار فريق متخبط، زي كذا فريق مش عارف يكوميونيكيت از تيم ممبرز مع بعض. اكسكيوشن زيرو. الخطه الكوتش حط الخطه يا معلم على الورق وحط الدرافت على الورق. تمام يلا بقى ننفذ. محدش بينفذ. ليه؟ دي ليها يعني تريليون سبب. اولهم الكوميونيكيشن او السينكينج او الترابط بين الخمس لعيبه مش ماشي 10 على 10. ده رقم واحد. رقم اتنين ممكن نقول المينتاليتي. القرارات. اخد القرار دلوقتي ولا استنى 10 ثواني؟ طب اخد التكايه دي او الكلايه دي ولا استنى شويه؟ ولا
دي مشاكل عده الكوتش هيفهمني فيها. متاسف. ووفو تتمزج وانت بتتفرج عليه زي ما انا قلت، وهعيد وازيد وافضل اكبر في امه. ووفو از منتال جينيوس بلاير. 1v1 تلاقيه، 1v2 تلاقيه، 1v3 تلاقيه. لما تلاقي الدايف من 3 ممبرز من جي اكس ار بيدخلوا ومش حاسبين ان ليفل 6 هيجي الووكونج، يبقى ازاي بتلعب في برو بلاير؟ ازاي مش عارف ان الالت جايه؟ ازاي التوب لينر اللي قدامه اللي هو لوشن مش عارف ان ليفل 6 جاي اللي جاي لووكونج؟ ازاي مش عارف دي بتبقى مدروسه يابا. دي زي الفلاش كده، بيقول لك الفلاش بيتضرب امتى، بتديله التايمنج بتاعه. التي بي نفس الكلام، الالت بتاعتك نفس الكلام. انت حافظ كل سكيلايه الكول داون بتاعها ايه، وعارف افريج. حتى لو انت مش عارف بالظبط، انت عارف افريج الالت فاضل لها 3 4 ثواني، الليفل ده مينيون ولا 2، انت عارف المفروض. انت كل حاجه بالارقام محفوظه. يبقى ازاي تدخل عليه 3 فيرسز 1 وما تجيبهوش، ولو يجيب منكم واحد؟ فما علينا يعني، ده اللي بتكلم عليه يعني. حلو الكلام. توم زي ما انا قلت برضو وارجع واقول تاني، توم اذا بيك غريبه. بارالايز بيحب يلعب باليستار، ما لعبش بيه ليه؟ يعني اليستار ضد اليستار مع از هيبقى يعني وومبو كومبو احسن كتير. اليستار يرفع جالي وينط بقى، لوشن يدب من ورا وهكذا. فاهمني؟ يعني انا مش فاهم ليه بس ما علينا يعني. اهو عادي. انا اتعودت من ان انا عيني تنزل دم وانا بتفرج على الديسيجنز اللي ما بتتاخدش صح ولا في وقتها ولا في اي حاجه، بس ايزي بيزي. متفقين على المبدا. نيجي بقى للجيم الرابع. تمام، الجيم الرابع جيم انوبيس وفوكس جيمنج. لو انت بتسمع الفيديوهات دي بقالك فتره او من اول ما انا بدات اعملها وانا بقول فوكس، مش هو فوكس بتاع الاي سي 1، ده رقم 1. تمام. ليه فوكس عنده تخبط بالعبيط، عنده تخبطات في القرارات بالعبيط. الجيم بتاع انوبيس وفوكس انا همسكه شقا تكنيكال الاول وبعديها هتكلم عامه. التكنيكال، الخبره تكتسح كل حاجه. تمام. انوبيس عنده ميزه رائعه، وخلينا ايه كتحليل بقى شيق، ولا مصري ولا عربي ولا سعودي ولا بتنجاني. متفقين. معلش. انوبيس عنده حته حلوه جدا وهي الكوميونيكيشن مع التيم بلايرز مع بعضيهم. الخمسه في كهرباء مع بعضيهم ماشيه في دماغهم، بيوصلوا المعلومه مع بعض بطريقه بيرفكت. ودي بونص بوينت لانوبيس. خلينا متفقين على المبدا ده. اطبل لانوبيس، انا مش هطبل عشان انا مصري، بس انا بتكلم ما ليك وما عليك. كل حاجه ليها ايجابيات وليها سلبيات. تمام. يعني تكنيكالز انوبيس عندهم كوميونيكيشنز سينرجي مع بعضيهم 10 على 10، وما اكدبش عليك. قراراتهم ماشيه، انا فاهم لعبك وانت فاهم لعبي، فاحنا مستريحين مع بعض، فانت عارف تلعب ازاي، فانا عارف انت بتلعب ازاي، فانا متوقع تحركاتك، فمع بعضينا نعمل فريق 10 على 10. وانوبيس وكي او هم الوحيدين من ال8 فرق اللي عندهم حسن الاختيار والسينكينج والسينرجي اللي بين بعض كتيم ممبرز. تمام، متفقين. دي اول نقطه. النقطه رقم 2 بقى، النقطه رقم 2 قبل ما ادخل برضو على الماتش نفسه، ردا على كومنت كان بتبعت لي، هو انت لسه غضبان على ماجد؟ هو ماجد لسه عايز يقعد على الدكه؟ هو لو ما سمعش الكلام يقعد على الدكه. ده الف ب، ده اي بي سي يا بابا، ده الف ب بيزنس، الف ب نكسب. ما سمعتش الكلام اركن. طب ما ماجد يا معلم حضرتك هو اللي شايله من الجيم. ما هو ده، هو اولا ماجد از برو بلاير. ماجد انا مش مشكلتي معاه از تكنيكاليتيز او انه ميكانيكس خالص، هو منتال. هو منتالي هنا في حاجه غلط. منتالي مش عارف يسيطر او يجمح، يعني عارف قوته، مش عارف يسيطر على قوته. من كتر ما هو قوي بتتقلب لضده. فاهم؟ اللي هو انا عنتيل، انا عنتر زبله يا معلم، انا داخل كده في شحكوا كلكم. لا ريلاكس يا حبيبي. ماجد على عيني وعلى راسي از تيم بلاير في تيم مصري، على عيني وعلى راسي، بس ما ليك اللي ليك وعليك اللي عليك. فماجد بالنسبه لي نقطه محوريه، علشان ماجد لو تسيطر عليه صح
يعني از كوتش خوليو لو سيطر على ماجد صح وماجد حسن لعبه في الحته دي، انوبيس هيبقى انفنسبل، هيبقى لا يقهر. ده حطوا دي في دماغكم. رن تحت هو وسيفي، وفوق ماجد، وفي النص ده كراي وريتد بيلعب على الاطراف. انوبيس هيبقى لا يقهر، بس التركايه ان ماجد يتلعب عليه حلو، ماجد يطور من نفسه. فاهمني؟ مش شرط ان ماجد كرب فلاديمير، تمام؟ وان اللي قدامه غلطانين غلطهم من ساسهم لراسهم، ولسه هنتكلم في الموضوع ده، ان هو كده بريمو. ما في جيمين تانيين حبيبي طالع منهم 0-4 و0-5 واتناك، معلش يعني ايه ما تنكش وكان هيفشخ انوبيس لولا ان في رن الناحيه الثانيه. ايه هو علشان في جيم عمل كامباك واو اهو بيواشي ماجد بيشيل الجيم؟ ما هو دي شغلته يا حبيبي ان هو يشيل الجيم، هو توب لينر. اقرا كده اي تعريف عن التوب لينر. التوب لينر بيقعد اول 20 دقيقه فوق بيشوف كلها في البوت لين، بينزل بي تي بي ياخدها ويطلع تاني ويفضل كده اول 15 20 دقيقه. ما ده اي توب لينر عارف كده، ده بيزكس يا بابا، ده الف ب، ده اي بي سي. تبقى غبي لو انت مش فاهم ده، تبقى معلش معاق ذهنيا، تبقى فان مش فاهم برو بلاير لو انت بتقول حاجه غير كده. ده شغلته. لا تتكرم عليا او لا يعني ما تتنططش على امي ان هو بيعمل شغله، ما ده شغله. يعني هو يعني التوب لينر الف بيزكس، توب لينر يفارم، توب لينر تانك، توب لينر ينزل في التيم فايتس، توب لينر ما نشوفوش غير في التيم فايتس. ما ده اي توب لينر كده، هو اي توب لينر كده حبيبي، ده الطبيعي. تمام؟ نبدا الجيم. الباكس انوبيس، نرجع بقى تاني لحته الخبره. انوبيس عندهم كونسبت هم متبعينه اللي هو ايه، برضه هيعيد وازيده، هاي ريسك هاي ريورد. مخاطره عاليه، يا تكسب قوي يا تتناك قوي، هي واحده من الاثنين، مفيش في النص. تمام؟ هو انوبيس بيعرف يلعبها حلو ودي بوزيتيف بوينت ليهم، بس ما ينفعش يعتمد عليهم في كل جيم. تمام؟ كلنا كنا معترضين، كل الاناليست وكل الكومنتري كانوا معترضين ليه انوبيس ياخدوا 4 كاري وواحد تانك؟ ليه؟ طب ما هو انتوا كده يا جدعان بتعملوا حاجه الخطه حلوه كل حاجه، انما تنفيذها بيعتمد على تنفيذها. هو لو كان تنفيذها غلط، لو كانتش اتنفذت صح وما لعبوش بالاجريسيف الرائع ده، ما اكدبش عليكم ما كانتش اتنفذت صح. ولو كان فوكس الناحيه الثانيه فوكس الناحيه الثانيه عرف يوقف لهم الاجريسيف ده وعرف يلعب بجد على الوين كونديشنز بتاعت انوبيس كانت خسرت. بالمناسبه زي ما قلت لك، هاي ريسك هاي ريورد، ده اول حاجه. تاني حاجه بعيدا بقى عن الدايف اللي انتوا كنتوا بتعملوها 4v2 تحت في البوت لين ما بين التو تاورز، الاوتر توريت والانر توريت، اوكي حلو الاكشن. هنا انوبيس لعبت اجريسيف، تمام، عرفت تنفذ الخطه كما قال الكوتش 10/10. هم كسبوا ليه بقى؟ هم كسبوا زي ما قلت لك، رقم 1 خبره، رقم 2 لعبوها صح، اكسكيوشن صح، ورقم 3 بقى اللي انت مش واخد بالك منه ان هم لعبوا على اخطاء اللي قدامهم. الغبي اللي قدامهم هو اللي غبي ان يسيبهم. نيجي نتكلم على فوكس. تمام يا حبيبي، يا والدي، يا صديقي، يا بني، طالما انت فاهم برو بلايرز وفاهم يعني ايه وين كونديشن، ما عملتش شات داون ليه لفلاد؟ فهمني. يعني فلاد قدام ووكونج، تمام، ووكونج المفروض بيفشخ فلاد، فلو كان فولي بير لعبها صح وقعد في التوب لين شويه، البوت لين كان كسبان، يعني تريستانا الستار قدام زايريل متعادل، ده حتى تريستانا تكسب. تمام؟ انت يعني كجنجلر محترم يا حبيبي ما عملتش ليه توقيف لفلاد؟ دي غلطه. انت عارف ان ده وين كونديشن بتاع انوبيس. تمام؟ ليه ما وقفتوش كفايه؟ ليه ما مسحتوش؟ ما نمتش ليه في التوب لين؟ كنت نمت لي في الاول كنت هتتفشخ وجبت كلايه ووكونج مات. انت غلطه منك از فولي از جانجلر، يعني عشان نتكلم بقى تكنيكال صح، انت غلطان. ده رقم 1. دي اول غلطه. رقم 2، الجيم 30 دقيقه ولا 25 دقيقه ما فيهوش حد من تيم فوكس جيمنج جاب انتي هيل. انت فاهم يعني ايه؟ ما حدش جاب انتي هيل ولا هيل ريدكشن ولا جريفيز وونز ولا اي ابن وسخه قدامهم فلاد. إيه انت مستوعب؟ انت فاهم يعني ايه 1v1؟ ده المفروض داريوس، فلاد، ايريليا، فيورا، اي حد من الشامبيونات بنت الوسخه دي اللي بتهيل، انت اول ايتم بتجيبها از توب لينر
اكسكيوشنر. ده الف ب، ده بيزكس بنقولها في الفيديوهات بتاعت البرونز، ازاي ما تجيبش انتي هيل وانت قدامك فلاد، لوشيان، زايا اند ديانا، الاربعه بيهيلوا يعني. تيل مي، اقنعني ازاي ما تجيبش انتي هيل وانت قدام فريق المفروض تبقى فاهمه ودرسه حلو. انوبيس مش فريق تستخف بيه يعني. از فوكس جيمنج اتحط عليكم كذا مره، ما عنديش مشكله، اتعلم واتطور واعلى، انما مفيش يعني بجد. انوبيس از خوليو از مش عارفه ايه، كلنا كنا معترضين على البكات، تمام، كلنا كنا معترضين على طريقه لعبهم وطريقه البكات، بس ده ما يمنعش ان هم ليهم الاحقيه وليهم الطريقه ان هم يلعبوا زي ما هم عايزين. اتفقنا؟ اللي هو ايه؟ العب زي ما تحب، اكسب. هتدخل 4 تنكات ولا 5 تنكات هتكسب بيهم، اكسب، بس اكسب، ده اللي انا عايزه. هتلعب ببيلد او هتلعب بطريقه اللي هو طريقه باضينه بس هتكسب بيها، جو اهيد. انا معاك ان احنا كنا بنقول فوكس جيمنج كان بتلعب زي ما الكتاب ما بيقول بالبكات، زي ما الكتاب ما بيقول وكل حاجه، انما المشكله ان هم اكسكيوشن مش قد كده زي ما قلت لك، والكوميونيكيشن مش قد كده. علشان ما اطولش عليكم، زي ما قلت لكم، زيرو هيلينج ريدكشن، زيرو اوبجيكتيف، زيرو جنكات توب كفايه. انت لو عملت لي جنكايه ولا 2 ما فدتنيش. ما هم الجنكايه ولا 2 ما فادوش، ما موتوش فلاد، ما وقفوهوش. حاول يعني تركز. فبس زي ما قلت لك، شابو انوبيس في حته الخبره، وهم فاهمين بعض. زي ما قلت لك البوت لين بالمناسبه ده جديد، بس عامل سينرجي معاهم حلوه جدا، شابو. بس ده كده الاربع ماتشات نختم بيهم الاسبوع رقم 3. عايز بس اقول حاجه كده، نقطه اخيره. ليه كي او وانوبيس هم اول 2؟ كي او الاول، انوبيس الثاني، تمام، بفرق 3 نقط، بفرق 3 بونت. ليه هم بيتر تيم كومز، بيتر تيم منتال، ذكائهم 10/10، وهدوءهم 10/10، وبيتر كومز وبيتر ماكروز وبيتر كوتشز. اصل هو تيم كامل، هم 5 لعيبه وكوتش، التيم 6 لعيبه، التيم 6 افراد. فشابو الاثنين دول عارفين يكسكيوتوا وينفذوا الخطط كما قال المدرب. بس تمام. النهارده هتلاقيني بطبل لانوبيس، بكره هتلاقيني بشتم في انوبيس. انوبيس غلط هياخد فوق نافوخه، انوبيس حلو هطبل له، كي او اتظرف في نفسه هظرفه، بيلعب حلو هقول له شابو. ده الطبيعي، اي محلل بيقول كده. بالمناسبه انا محلل محايد، مش بقف يمين ولا بقف شمال، انا في النص. بالمناسبه علشان هنشوف لقاء الجبابره يوم الخميس الجاي ان شاء الله، مش فاكر ميعاده الساعه كام، بس هيبقى كي او فيرسز انوبيس، اقوى فرقتين في الكاس، الاول والثاني، تمام. هيحددوا مين الاول ومين الثاني. انوبيس لو كسب هيطلع هو الاول، لو كي او خسر هيبقى الثاني. اوكي كده، كي او الاول ب 24 نقطه، انوبيس الثاني ب 21 نقطه، الثالث مكرر، او الثالث والثالث فوكس وجي اكس ار اللي بينافسوا بعض. وصراحه الترتيب ده عادل جدا بالمناسبه، علشان زي ما قلت لك كي او انوبيس اول 2 علشان هما الاثنين منتاليتي اعلى، جي اكس ار وكات بينافسوا في بعض كده، بيضربوا جي اكس ار قصدي وفوكس بيقعدوا يضربوا في بعض، سامن ايري وسايرن في تحت خالص، كات واي ام بي، يعني زي ما قلت لك اي ام بي جات لهم المشكله بتاعت اول امبارح دي، اللي هي والد واحد من اللعيبه توفى، الله يرحمه، يعني توفى، يعني انا مش هقول لك غير ان هو توفى في ايام حلوه، ايام فاضله كريمه. بس كده. ماتش الخميس لقاء الجبابره، انوبيس ضد كي او. خايف في كي او من سايفر في الميد لين، علشان نسخته الناحيه الثانيه في التوب لين عند انوبيس ماجد. فماجد وسايفر الاثنين فيدرز، الاثنين يعني دماغهم ما بتشتغلش غير بعد ما بيموتوا، يعني هو عارف انت اللي هو ايه، انا مت، ده كان المفروض كنت اعمل كذا، فتكر من كده. يعني بيتر تيم وينز، بيتر يعني بلاير منتال هيكسب. متفقين. ده لقاء الجبابره ان شاء الله يوم الخميس. وبالمناسبه في مفاجاه حلوه جدا، استنوا ان شاء الله كولابوريشن مع حد انتوا بتحبوه جدا. يلا سلام.